النيابة تصدر قرار جديد بشأن المتهمين بواقعة 100 عاصم بالقليوبية. قرار جديد من النيابة العامة منذ قليل بشأن واقعة التعدي على الشاب إسلام بقرية 100 عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث شهدت الواقعة تطور جديد بعد أن قررت النيابة حبس 6 من المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية الاتهام بالاعتداء وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل القرية وخارجها. وفي المقابل أصدرت النيابة قرار بإخلاء سبيل 3 متهمين آخرين، وذلك عقب نفي المجني عليه صلتهم بالواقع وعدم تورطهم في الاعتداء وفق ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية. وقررت جهة التحقيق إخلاء سبيل الشاب إسلام من سرايا النيابة عقب الانتهاء من المناظرة الطبية وبيان ما لحق به من إصابات إلى جانب المواجهة بالمتهمين تمهيدا لاستكمال التحقيقات في الواقعة. أول تعليق من إسلام صاحب الواقعة عقب خروجه من مقر النيابة. عبر إسلام عن أول تعليق له عن تقديره لكل من وقف إلى جانبه خلال الأزمة، مؤكد أن ما تعرض له كان قاسيا على المستوى الإنساني والنفسي، مطالبا بمحاسبة المتورطين فيما وصف بإهانة الكرامة قبل أن تكون اعتداء جسدي. المحامين من أبناء القرية تطوعوا للدفاع عنه من اللحظة الأولى وساهموا في كشف الحقيقة أمام جهات التحقيق، مؤكدا إنه عاش حالة من الظلم الشديد خلال الأيام الماضية ولم يكن يجد ملجأ سوى الدعاء وتفويض أمره إلى الله. تفاصيل مؤلمة عن اللحظة، موضحا إنه قال بعض المتهمين حاول التدخل لوقف ما يحدث وناشدهم التوقف عن التعدي، محذرا من خطورة الاستمرار لأن تلك اللحظة ظلت محفورة في الذاكرة باعتبارها الأصعب في حياته. كما شددت الاتهامات التي جرى تداولها بشأن قيامه بأخذ الفتاة غير صحيحة، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت الحقيقة بعد اعتراف الفتاة بما جرى، وهو ما ساهم في تغيير مسار القضية أمام النيابة العامة. وعلى صعيد متصل، سادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية ميت عاصم عقب خروج الشاب من النيابة، وطالب عدد من الأهالي بسرعة الفصل في القضية وتحقيق العدالة محاسبة المتورطين وفقا للقانون حفاظا على السلم المجتمعي داخل القرية. ولا تزال جهات التحقيق تواصل استكمال الإجراءات للوقوف على جميع الملابسات تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية بحق المتهمين.